السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بالف خير. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم الحريره المغربيه بدون دقيق نهائيا. كنحضرها بطريقه مميزه كتجي بنينه ومقومه وما تشبعوش منها، رائعه وخفيفه لوجبه الافطار بلا ما تثقل عليكم وما تنفخكمش. الى عجبتكم طريقتي المتواضعه ما تنسونيش من الدعم والتشجيع بلي لايك والتعليق والبارطاج، واللي كتزور القناة ديالي لأول مرة تشترك فيها وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. تبعوا معايا الفيديو حتى للآخر باش تعرفوا على جميع المراحل. نبداو بسم الله. كناخد كوكوط ديال السيترو كنوضع فيها زلافة من الحمص قياس واحد 160 غرام اللي فزقتو ليلة كاملة، وما كنقشرو ما والو لحقاش هاد الحمص كيطيب مزيان، وإلا زولتو القشرة غادي يدوب في الطنجرة وما يبقاش كيبان. ونضيف واحد 100 غرام من العدس اللي سبق لي وفزقتها حتى هي ليله كامله باش منين طيب كتبقى صاينه بقشرتها وما كتزولش. ونزيد واحد العضيه ملي تقدروا تعوضوه بالقطيعات ديال اللحم، وندير 3 ديال المعالق كبار من القزبور والمعدنوس، والقزبور كيكون اكثر من المعدنوس. ونضيف العطريه، عندي هنا الضامه ديال الزعفران الحر، وعندي معلقه صغيره مع عمرش من الابزار او الفلفل الاسود. والكميه كتبقى على حسب الكميه ديال الحريره اللي غادي نوجدو. انا سبق لي وقلت لكم في الاول بان الكوكوط اللي غادي نحضر فيها هذه الحريره قياس ديالها 6 يطرو، وانتم الا كنتو غادي ديروا غير كميه قليله خاصكم تنقصوا من الابزار باش ما تجيكمش الحريره حاره. وعندي معلقه صغيره عامره من سكينجبير، ومعلقه صغيره ما عامراش من الخرقوم. اما الملحه ما غادي نديرهاش في هذه المرحله، غنخليها حتى من بعد. ونضيف 3 د المعالق كبار من زيت الزيتون، ولا كان كيعجبكم حتى السمن تقدروا تضيفوه في هذه المرحله. انا ما كيعجبنيش وما كنديروش. وما كنقليها ما والو، مباشره كنروي بجوج يطرو من الماء العادي، الماء غير ديال الروبيني. ونحرك هاد المكونات ونوضعها فوق النار ونخليها حتى تطلع فيها الغليه. وفي هاد الوقت كنجيب كوكوط اخرى صغيره كنوضع فيها 4 ديال المطيشات قياس واحد 800 غرام اللي غسلتها وزولت ليها هاد الجهه هادي. ونزيد قبطه ديال الكرافس وبصله كبيره منقيه ومغسوله ومقطعه. ونضيف واحد الكميه من الماء القياس اللي طيب فيه هاد المكونات، ونقفل عليها ونخليها طيب واحد 10 ديال الدقائق. ونرجع نسد الكوكوط بعد ما غلات ونخليها على نار متوسطه حتى تبدا كتصفر، ونحسب ليها واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. وهنا بعد ما دازت واحد 10 ديال الدقائق طابت البصله ومطيشه والكرافس، وهانتوما كلشي طايب كما كتلاحظوا. كنزول هاد القبيطه ديال الكرافس ونخليها على جنب حتى نحيد ليها هاد الخيط اللي عقدتها به. وكنوضع البصله في الهاشوار ومطيشه بالقشور لحقاش حتى القشور كيعطيو مذاق وحتى اللون. كنوضعهم في الهاشوار ونزيد حتى القبيطه ديال الكرافس بعد ما زولت ليها الخيط. وما كنضيفش هاد الماء في هاد المرحله، نخليه حتى من بعد ونطحنهم مزيان لحقاش ما غنصفيهم ما والو. ومن بعد ضفت الماء اللي طيبت فيه مطيشه والبصله، ونعتذر للقطه ما تصورتش ليا. رجعت طحنتهم غير واحد طحنه خفيفه، ونرد الكل في الكوكوط ونغطيها ونخليها على ما نشوف الكوكوط الاولى. بعد ما دازت تقريبا 20 دقيقه ها نتوما الحمص طاب وحتى العدس طابت وبقات بالقشره ديالها. كنصب الخليط اللي طحنت ديال المطيشه والبصله والكرافس ونخلط الكل مزيان. وفي هذه المرحله كنضيف الملحه قياس واحد المعلقه كبيره مع عمراش، والقياس كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب القياس ديال الطنجره. ونزيد مطيشه ديال الحك قياس واحد 2 معالق كبار عامرين اللي طلقتها في شويه ديال الماء. ونرجع نحرك هاد المكونات ونغطيها ونخليها على نار متوسطه حتى المهيله حتى ترجع تغلي. وانا دائما كنغطي الطنجره ديال الحريره باش ما ديرش ليا ديك القشره اللي كتكون من الفوق، ومره مره كنحركها باش ما تلصقش في الاسفل ديال الطنجره. وبعد ما غلات مزيان كنضيف واحد الكميه لا باس بها من القزبور مقطع وشويه من الكرافس ونحركهم. ومباشره كنضيف واحد زليفه مع مرش من الشعريه الرقيقه ونخلطها ونخليها حتى طيب. بالنسبه لهاد الشعريه ما تاخذش وقت كتير في الطياب، تقريبا واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش. صافي غادي نخليها غير واحد 5 ديال الدقائق ونطفي عليها ونغطيها.
هكذا كتكون عندي الحريره واجده بلا دقيق بلا والو. غير جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر، انا متاكده غادي تعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريره. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. جات غزاله والريحه ديال القزبر والكرافس عاطيه، جات خاتره وبنينه وزوينه لا شكلا ولا مذاقا، وخفيفه ما كتثقلش على المعده وما كتنفخش، لحقاش ما فيهاش الدقيق نهائيا. وحتى الا بقات عندكم يومين ولا 3 ايام كيبقى القوام ديالها هو ما كيتغيرش وما كتقال ما والو. غير كتسخنوها وتقدموها كتبقى بحال عاد طيبتوها. غير جربوها راه غادي تعجبكم. وما تنساونيش من اللايك والتعاليق والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه ومع السلامه الى فيديو ووصفه جديده.